الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد مع آخر المستجدات الرياضية على الساحة. بيان مهم جدا من إدارة نادي الزمالك، بيان موجه من إدارة نادي الزمالك إلى جماهيره العظيمة بخصوص عدم استكمال مباريات الدوري المقبلة وعدم لعب مباراة الغد مع النادي الأهلي. طبعا البيان تم إصداره بناء على البيان الصادر منذ أسبوع تقريبا من إدارة النادي كان أصدر بيان مهم جدا بعد كوارث تحكيمية في إحدى المباريات. كان وضح فيها أن مباراة فاركو هتكون المباراة الأخيرة قبل تسلم جدول كامل بجميع المباريات المتبقية. طالبوا بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة الرابطة أو الاتحاد بشكل عام بجدول أو إعادة تنظيم جدول مباريات الدوري. المطالب كانت واضحة طبعا، المطالب كانت مشروعة. لم يتم تحقيق أي طلب من مطالب الإدارة. بناء على ذلك الزمالك لعب مباراة فاركو. بعد مباراة الفاركو انتظر الإدارة تحقيق الإجراءات، لم يحدث ذلك. أصدر البيان اليوم وبالفعل تحية كبيرة من إدارة نادي الزمالك لجمهوره العظيم وجمهوره الوفي. هنشوف الأيام اللي جاية هيبقى فيها إيه. يمكن تقريبا حدث كبير جدا من إدارة نادي الزمالك وقرار مهم جدا جدا جدا. نشكركم جدا وهنتابعكم بآخر المستجدات طبعا.